صحيت من النوم وكنت جعان، فقمت من السرير ورحت ادور على اي اكل، بس افتكرت ان ما كانش عندي ثلاجة وبرضه ما كانش معايا فلوس، فاشتغلت افكر وافكر وافكر وفي الاخر قررت اشتغل. فلقيت محل بيغسل هدوم والشغلانة كانت فيه سهلة، فرحت المحل ده واشتغلت فيه والشغل كان ماشي تمام. بس في يوم من الايام في جن يظهر لي ويختفي فجأة، والجن ده هيحاول يلمح لي ان في حاجة غلط في المحل. فمش عايز احرق عليكم اكتر من كده، ولو عايزين تعرفوا اللعبة كلها كملوا الفيديو لحد الاخر، ويلا بينا نبدأ. اوه فعلا محل هدوم، بس المحل صغير. ليه كده صغير خالص؟ مش صغير بس، ليه الدنيا ضلمة يا جماعة كده؟ ماشي يلا بينا. ايه ده؟ شكله هو ده المكان. ماشي خلينا نشوف المكان يا جماعة. بالله في حد يقابل حد بالطريقة دي فجأة على الباب كده؟ خلينا نكلمها. يا عم هل اقدر اساعدك؟ اوه اهلا، هل انت المالك بتاع المحل ده؟ انا عايز اشتغل هنا. اوه ايوه انا صاحبة المحل، اسمي هو كاينة. انت عايزة تشتغل هنا؟ ايوه انا محتاج الوظيفة دي، عايز اشتغل. تمام تقدر تشتغلي. اخيرا بعد كده مش هشتغل لوحدي. واسمك هو ايه؟ اسمي هو لولا، عمري 18 سنة. على اي حال انا عايزك تجي بكرة بالليل. تمام انا الصراحة هقفل المحل دلوقتي واروح على البيت. تعالي بكرة على الساعة 8 بالليل، عايز اقول لك كام حاجة عشان تعرف تشتغل هنا. اوه تمام شكرا يا كاينة، وانا هكون موجودة هنا بكرة. كده يا جماعة خلصنا. يعني انا مستغرب ما اشتغلناش ولا حاجة. اوه الساعة 8 رحت على الشغل على طول، حتى ما شفتش بيتي. اوكي دخلنا المكان شكله يا جماعة موسخ كده ليه؟ المهم لازم ندور على كاينة. فوق مكتوبة وسس يعني كاينة. في باب هنا. ايه ده؟ اوه كاينة خلينا نكلمها. اخيرا جيتي، هل تقدر تساعديني وتشيل الهدوم تجيبها لي هنا عشان اخدها في الرف؟ تمام خلينا دلوقتي يا جماعة نجيب لها الهدوم. باين هي دي الهدوم اللي في الارض، نجيبها لها. ايوه هي دي، 1 من 6. خلينا نجمعهم. بس جمعناهم. تفضلي. ثانكس. بعد كده عايزين اعمل ايه؟ انا شايف ان كده كفايه النهارده. كفايه ازاي؟ هو انا لحقت اشتغل يا جماعه؟ والله لو الشغل كده اشتغل كل يوم. المحل بقى هادي بعد الحادثه اللي حصلت دي. انا شايف انه ما فيش حاجه تعمليها دلوقتي. حادثه؟ انا دلوقتي بقول لها الحادثه بقى. ايه اللي حصل؟ ما فيش حاجه حصلت. بتتهرب من السؤال. لا في حاجه يا جماعه في المحل ده. شكله دلوقتي باين علينا نرجع البيت صح؟ ايه ده يا جماعه؟ دي مش انسان دي والله يا جماعه. خايف اتحرك يا جماعه والله. طب ماشي نتشجع ونروح. يلا بينا. بسم الله. ايه ده؟ احنا خلصنا بقى الشغل بتاعنا، رجعنا على البيت. انا كنت نايمه من الظهر وقمت. طب انا عايز اعرف ايه اللي حصل امبارح ده. مين الست دي اللي كانت جت عندنا في المحل؟ ويا ريت هي اللي خلعتني. كاينه هي اللي خلعتني. والله ما عارف اقول ايه. الساعه كام دلوقتي؟ طب اعرف الساعه من فين دلوقتي؟ ايه الباب ده؟ حمام. تليفون ده صح؟ ايوه تليفون. الساعه دلوقتي 7، لازم اروح الشغل الساعه 8. بس قبل ما اروح الشغل اخذ شاور. ماشي عايزين ناخذ شاور او الحمام. يلا بينا نتشاور دلوقتي وبعدين نروح على الشغل. جبنا على مكان الشغل على طول. هو الباب ليه مقفول؟ هي كاينه فين؟ في ورقه هنا، النوتة دي بتاعت كاينه. خلينا نشوفها. اسفه يا لولو انا مش هقدر اجي النهارده الشغل عشان في حاجه اعملها في البيت، بس عايزك انت تغسل الهدوم بتاعت الزباين. انا اثق فيك كاينه. يعني كاينه النهارده مش جايه. الحاله دي هنشتغل لوحدينا. اول حاجه بتقول لازم امسح الارض. تمام ماشي يا جماعه. الشغل لوحدي يا اخي هيكون بيض. ايه ده؟ مين ده؟ دقيقة خلينا نكلم. اهلا انا عايز اخذ الهدوم بتاعت امي. استنى عليها هجيبها لك. هي الهدوم. ماشي تفضل. بس خلاص كده. انا فاكر يا جماعة والله وحش ولا حاجة، واقف كده دخل ما عملش صوت اصلا. المهم خلينا دلوقتي نكنس الارض. يا ساتر 1 من 15 والمحل وسخ للدرجة دي. خلينا نكنسه خلاص يلا. ايه ده؟ في صوت عياط يا جماعه. انا سامع صوت بيبي بيبكي، يمكن الجيران ولا حاجه. نكمل شغلنا ولا كأن في اي حاجه. الصوت اختفى. انا بيتهيألي انه مفيش اي بيوت في الحته دي. يعني البيبي هيبكي منين؟ لازم نخلي بالنا يا جماعه. الحته مسكونه شكلها. تمام فاضل لنا حته واحده ونخلص التنظيف. فين الحته دي هتكون؟ ايوه هي هنا. بس خلصنا. بص على المكان بقى نظيف. انا لازم اروح اكوي الهدوم. دلوقتي نكوي الهدوم بقى. خلينا نقعد. ايوه ونكوي الهدوم. تمام كوينا التيشيرت الاول، نكوي الثاني، نكوي الثالث. ايه ده؟ اهلا. ايه طب هتفضل بصلي كتير كده؟ هل اكمل كوي؟ شكلها اكمل كوي يا جماعه صح؟ حتى هو معلم لي. ماشي ولكنه في اي حد واقف. كوي مشت قوم مش وراء الدم المقشه. هو الزات. خلينا نشوف مين مرسي. دي حاجه غريبه، هي ليه مشت على طول كده؟ ماشي خلينا نروح نكمل كوي. باين انا دلوقتي عايز اغسل الهدوم بعدين احطها في الغساله. تمام يعني شكلها دلوقتي ناخذ الهدوم. تمام خدنا الهدوم ناخدها. ايوه هنا. يلا خلصي. عايز امشي البيت يا اخ. والله يعني بعد الست اللي جات دي والله مش مطمن بعد كده للشغل. هي ليه جات وقفت فجأة؟ نفسي افهم. اهو الغسيل خلص. خدته في الرف. تمام حطينا
دلوقتي لازم اقفل. ايه ده؟ مين ده؟ اهلا، انا عايز اغسل هدوم. عايز تغسل هدوم؟ تمام. شكلك جديده هنا صح؟ ايوه، ده تاني يوم ليا في الشغل. انت ازاي مش خايفه وانت بتشتغل لوحدك في المكان ده؟ وانا ليه اخاف؟ ده عشان انت مش عارفه القصه اللي حصلت في المحل ده. قصه؟ اوه يا جماعه، فاكرين لما كاينه قالت لي لا مفيش حاجه واشتغلت تتهرب من السؤال بتاع الحادثه ده؟ شكلها هي دي القصه. قبل شهر كده كان في واحده ست بتشتغل هنا زي، بس هي ماتت. يا اخي بالله ما تخوفني يا اخي، شغلي ده اللي يا دوبك انا اول مره اشتغل. الناس كانوا بيقولوا ان هي ماتت لما شافت حاجه مخيفه، بس مفيش حد يعرفها لحد دلوقتي ايه هي. حتى صاحب المحل وقت ما الحادثه دي وقعت ما شافش اي حاجه من الحاجات اللي بيقول عليها دي. ومفيش حد عارف ايه اللي حصل غير كاينه والست ديكا. يعني كاينه لها علاقه بالموضوع. المهم خلي بالك. انا ده بضحك عليه يعني، انا مش مصدق القصه دي. انت اخترعتها صح؟ والله المساله رجع لك انت، عايزه تصدقي صدقي، مش عايزه خلاص. المهم انا جاي اغسل الهدوم دي وهستلمها بعدين. في ليه قرب فيها كده؟ ماشي، هي دي الهدوم صح؟ خلينا ناخذ هدومه. وايه ده؟ الدنيا ظلمت كده ليه؟ نايت 3؟ وانا اخذت معي الهدوم البيت ولا؟ لا. ايه ده؟ بيقول حاجه. جاء الوقت عشان اروح لمحل الهدوم. انا تاخرت. كاينه تهزقنا يا جماعه. ايه ده؟ بيسالني هل اروح لمحل الهدوم ولا ما اروحش، وبيقول لي الاختيار هيغير النهايه. اوه، يعني في نهايتين في اللعبه دي يا جماعه. هل اروح المحل يا جماعه ولا ما اروحش؟ بعد القصه اللي حكاها له امبارح دي صراحه خفت شويه، يعني مش عايز اروح المحل، بس في نفس الوقت يعني هي مش مصدقاه اللي بلعب بيها يعني. فهل امشي ورا حدسي واكمل شغلي واقبض فلوس طبعا، ولا اقعد في البيت؟ انا شايف ان انا اروح الشغل. اسمعوا مني، لو ما رحت الشغل اكيد طبعا كاينه هتطردني ومش هلاقي شغل وهقعد كده. خلينا نروح على الشغل ويلا نتكل على الله، وان شاء الله مش هيحصل حاجه. اوف، الساعه 8:30 يا جماعه، تاخرت نص ساعه. جينا المحل. تمام، فين كاينه هي؟ خلينا نشوفها فين. هي قاعده. اهلا كاينه، انا اسف على التاخير. لا ما فيش مشكله، انا اسف عشان ما جيتش امبارح اشتغلت معاك. المحل ده بقى نظيف من ساعه ما اشتغلتي. شكرا ليكي، انا عاجبني شغلك. كاينه ينفع اسالك سؤال؟ ايه هو؟ هل قبل كده سمعت صوت حد بيبكي انت وشغاله بالليل؟ امبارح انا شغاله كنت سامعه صوت بيبي بيبكي، وكمان في ست جت عند المحل من غير ملامح. الست دي كان شكلها ايه؟ كانت لابسه هدوم بيضة ووشها شاحب. انا عمري ما سمعت صوت حد بيبكي او ست غريبه جت عند المحل. ممكن تكون هلاوس جت لك من كتر التعب. ايوه ممكن. المهم عايزين نعمل ايه النهارده؟ انا عايزك تغسل الهدوم اللي في الكيس اللي جنب الغساله. اوكي. قصدي الهدوم اللي انا جبتها يا جماعه، الهدوم بتاعت اللي قال القصه ده الدور اللي فات. خلينا ناخدها بس نغسلها. يلا اغسل. انا حاسه انها عايزه اروح الحمام. حمام يا جماعه في الليل ده؟ بس انا ما شفتش اي حمامات قريبه من المكان. شكلي لازم اروح اسال كاينه على مكان الحمام. كاينه، انا عايز اروح اعمل حمام بس ما شفتش اي مكان حمام قريب من هنا. حمام؟ في حمام ورا المحل. لا الدنيا ضلمه يا جماعه، مش عايز اطلع برا. مضطرين. اول حاجه صح نشغل الكشاف اللي مش عامل حاجه اصلا. هل هو في الشمال ولا اليمين؟ خلينا نمشي شمال الاقرب، بس اتمشى حبه حبه. في حدود، مش قادر اتمشى. يبقى اتمشى من اليمين. حمام موجود في اليمين. ايه ده؟ ليه الباب بتاع المحل ده مفتوح؟ اقدر اخش يا جماعه؟ ومخيرنا يا جماعه، هل اخش ولا لا؟ لا خلينا نكمل على الحمام يا عم. انا الصراحه مش ناقص. خلينا نروح الحمام ونكمل شغلنا طبيعي، ولكن في اي حاجه لو في فار هنا. خلينا دلوقتي نعمل حمام في الحمام الارضي ده. يلا بينا. خلصت، لازم اروح ارجع الشغل. يلا بينا. في الحمام ما لقيتيش مكان غير الحمام تقابليني فيه. اللي جابك؟ ماشي، خلينا نكلمها. تعملي ايه هنا كاينه؟ خلعتيني. انا بس كنت عايز اعمل حمام. طب يعني في حاجه اسمها خبط الباب قبل ما تخش. اعمل حمام يلا. انت كمان الجن، مش وقتك. والله ما وقتك. اختفى. كويس الحمد لله. طب ماشي، الهدوم اهي. ناخذ الهدوم، اخدها في الرف. جات وصلت. خلينا ناخدها هنا. نور قطع. واتس رونج سلايد. استنى تعال نكلم الكاينه. سيس، ايه اللي حصل في الاضاءه؟ في مش قادر اتحرك. انت عامله شبهها. ايه شبه مين دي؟ ايه اللعبه خلصت؟ والله ولا فاهم اي حاجه. بيقول لي انتوا كنت فاقده الوعي، صحيتي المكان ريحته وحشه وضلمه، وصدر قرار باختفائي. يعني كاينه دي طلعت حراميه مثلا، هي والجن اللي شغال معاها اللي مش جن اصلا. اندنج، اللعبه خلصت. واو، والله النهايه دي معوقه والله، ولا فهمت اي حاجه. طب ماشي، احنا دلوقتي عارفين نهايه. فاكرين يا جماعه اول ما كنا رايحين الشغل وسالني قال لي تروح الشغل ولا ما تروحش؟ خلينا نخش نشوف النهايه بتاعت دي. ايوه لازم اروح المغسله. ايوه هو ده. بس هل اروح الشغل ولا ما اروحش؟ طبعا احنا عرفنا النهايه بتاعت دي. الحاله دي ندوس نو. انا تعبان. خلاص يعني اول ما دوست مش هروح. خلاص كده اخذت عذر ان هي عايزه تنام. اهو خلينا ننام. مش عارف ليه صحاني تاني. بيقول دوس مسطر عشان تفتح التلفزيون وتغير في القنوات.
ايه ده شغل جغرافي الدول ده. طب ماشي نغير القناه. هو بيقول اشتراك. يا جماعه بفكركم بالله يقول اشتراك والله العظيم كتر خير. ايه ده في حد بيخبط دقيقه عايز اقوم اشوف. النور قطع. انا لازم اروح اشيك. انا مش عارف اتحرك. انا حاسه ان في حاجه ماسكه جسمي. ايه ده لا ما تقولش انها خلصت بالله. خلص يا جماعه دي نهايه تتفرج على التلفزيون وخلاص كده. والله لعبه غبيه يا اخي. يا جماعة أنا افتكرت حاجة. فاكرين لما كنا رايحين على الحمام والباب ده كان مفتوح؟ بس بيتهيألي هي دي نهاية. نروح بقى على الحمام وبدل ما نروح على الحمام نروح على الباب ده. أيوة شفتوا عنده سيس الدور ده. فتحنا المحل. ليه ضلمة كده؟ خلينا بسم الله نمشي حبة حبة. ايه في نور قطع. أنا مش قادر أولع الكشاف. في جثة. ليه في جثة هنا؟ لازم أشوف وشه. حجر يا جماعه انا مش شايف وشه. لازم اروح اقول لطينه هيلب. كاينه ايه ده ماسك البيبي. انا لقيت جثه في المحل اللي جنبينا. هي دي سيس رد علي. انت دورتي قبل شهر انتحرت في المحل ده. يا مين ده اللي انتحر؟ هي ربطت رقبتها وشنقت نفسيها وهي ما كانتش عارفه تعمل ايه. باين الصراحه يا جماعه انا مش فاهم بقول ايه بس نكمل. كان ابوه وامه بيبحثوا عنه بالفعل بس انا ما قلت لهمش حاجه. قلت لهم ان هي مفقوده. اخذت الجثه وخبيتها في المتجر اللي جنبيه. وانا بخبيها باين حمل الطفل. مش عارف ايه ده كمان ده بس يلا. وانا عارفه ليه قتلت نفسها عشان حبيبها اغتصب. المهم يعني حبيبها كان عمل معاها حاجه وحشه وانا برضو قتلت حبيبها. انت مجنونه. انت ليه ما دفنتيش ساره وما قلتيش لاهلها؟ احنا لازم ندفنها. شكل لازم اروح لساره باين صح. خلينا نروح. كاينة غدرت بيا وضربتني من وراها يا جماعة. يعني اللعبة دي ما فيهاش نهاية حلوة. كل النهايات زفت. أنا اتقتلت على يد كاينة واتسحبت المحل اللي جنبي ومن ساعتها كاينة قفلت المحل وما فتحتوش تاني وما فيش حد يعرف بمكان الجثث. كاينة جالها اكتئاب شديد. من كتر ما جالها الاكتئاب ده قررت تنهي حياتها وترمي نفسها قدام عربية. يعني كاينة برضو ماتت. ايه ده ترو اندنج؟ مستحيل دي ترو يا جماعة ان انا اموت. والله يا جماعة اللعبة كلها كئيبة اقسم بالله. فخلاص هي دي النهاية الحزينة اللي بقولوا عليها ترو اندنج اللي الصراحه انا مش شايفها ترو اصلا. شكل الخلفيه اتغيرت يا جماعه بقت شكل جثث. فكده لعبتنا انتهت اللي هي ذا ليندري شيفت. فاتمنى انكم تكونوا استمتعتوا ولو في اي لعبه ببالكم اكتبوها لي تحت في التعليقات عشان اعمل عليها فيديو. وقبل ما تقفل الفيديو حط لايك واشتراك ويلا سلام.